السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. طبعا يا جماعة، قبل ما ابتدي الفيديو لازم طبعا اشكر كل اخواتي وحبايبي اللي سألوا عليا وكل اللي بيدعم لي قناتي. حتى لو بلايك او اشتراك او بتعليق حلو كده. طبعا التعليقات بتاعت حضراتكم هي اللي بتحفزني. ربنا يا رب يبارك فيكم، اللهم امين يا رب، ويسعدكم ويوفقنا جميعا. يلا بقى بينا نخش كده في الفيديو الجميل دون. ما شاء الله تبارك الرحمن. النهارده بقى جايبه لكم احلى المناظر الطبيعيه. بصوا يا جماعه، ده طبعا ريحان كده ما شاء الله. بصوا الريحان الاخضر يا جماعه، ما شاء الله تبارك الرحمن عليه. عايزه اقول لكم والله العظيم ريحته جميله جدا جدا جدا. طبعا ريحته ما بتظهرش غير بالليل. طبعا دي نخله كده تحت البيت ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده. تعالوا بقى كده نتمشى شوية كده في وسط المزرعة. عايزة اقول لكم يا جماعة، دلوقتي كده كانت الساعة 6 المغرب. دلوقتي بمنظر وبالليل بمنظر تاني خالص. طبعا بالليل بيبقى منظر مرعب بصراحة. انما دلوقتي كده المناظر ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا بقى المانجا يا جماعة ما شاء الله. خلاص بقى احنا داخلين كده على موسم المانجا. كل سنة وحضراتكم طيبين، ربنا يا رب يجعله موسم سعيد على كل المزارع، اللهم امين، ويرزقنا ويرزقهم. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله تبارك الرحمن، المنظر جميل جدا جدا. ان شاء الله بقى ربنا كده يشفيني وياخد بيدي وانزل بقى انا بنفسي اصور لكم تحت في المناظر كده الطبيعية الخلابة، ووديكم بقى ارض كده زراعية جميلة جدا جدا. بس والله انا ما بنزلش خالص من البيت. ان شاء الله ربنا يكرمني ان شاء الله كده ويقويني وانزل اعمل لكم فيديو جميل كده. طبعا انا عارفة ان حضراتكم من عشاق الطبيعة والمناظر الطبيعية الخلابة، ومفيش طبعا احسن من المانجا ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا جماعة المانجا. وكمان هعرفكم على انواع المانجا واصنافها. طبعا يا جماعة المانجا ليها اصناف كتير جدا 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 وانواع كتير جدا جدا. بس بصراحة هي المانجا السنة دي خفيفة عشان طبعا الهوا والظروف اللي حصلت في الجو. فبصراحة المانجا السنة دي خفيفة خالص ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا انا ابني هو اللي بيصور، ربنا يا رب يحفظه لي ويبارك فيه. نفسي بقى يا جماعة كده ربنا يكرمني في القناة دي وقناتي كده تكبر وتتشاف كده. وان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا، اللهم امين يا رب. زي ما قلت لحضراتكم شغل المانجا متعب جدا جدا، ربنا يا رب يقوي عمالها. بس هو شهر في السنة بنستناه كده. ربنا يا رب يعين الناس، اللهم امين يا رب. لقمة العيش يا جماعة طبعا ما بتجيش بالساهل، لازم كده نتعب فيها عشان تجينا بالحلال، اللهم امين. ربنا يا رب يغنينا عن الحرام ويدينا الحلال، اللهم امين. زي ما انتم شايفين يا جماعة العمال اهون بيشتغلوا في الارض. طبعا هم لسه ما جمعوش منها حاجة خالص، بس بتبقى طبعا خدمة للشجر. والحشيش اللي في الارض ده يا جماعة طبعا رشينه عشان لما المانجا تستوي وتقع في الارض الحباية المانجا تبان، ما تستخباش كده جوه الحشيش. مانجا طبعا لسه صغيرة، هي لسه ما ظهرتش فيها مانجا خالص. ايه رأيكم يا جماعة كده في المناظر الطبيعية؟ ولو عايزين فيديوهات تاني فيها مناظر طبيعية اكتبوا لي يا جماعة في الكومنتات، انا طبعا تحت امركم. ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم ويسعدكم ويفرح قلوبكم. طبعا انا مش هكبر غير بيكم، انتوا عيلتي وحبايبي.
عمري قناتي ما هتكبر غير بيكم. فأتمنى يا جماعة بقى تخليكم كده معايا وتحفزوني، لأن بصراحة أنا من غيركم ما سواش أي حاجة. ربنا يا رب يسعدكم ويبارك فيكم. بصوا يا جماعة، العمال لسه بيزرعوا في المانجا طبعا الصغيرة اهوت. بصوا طبعا دي خراطيم مية كده بيحطوها عشان يسقوا بيها الأرض، لأن المزرعة طبعا كبيرة، لازم كده الخراطيم تبقى في كل حتة. بصوا يا جماعة المية اهي. ربنا يا رب يعينه ويبارك فيه يا رب كده ويديه الصحة يا رب. طبعا زي ما انتم شايفين كده الشجر، في شجر في مانجا حلوة، وفي شجر ما فيهوش اساسا خالص. فطبعا الحمد لله طبعا ما حدش بياخد اكتر من رزقه، واحنا طبعا راضيين الحمد لله. اللهم امين يا رب. ربنا يكرمنا ويكرم الناس ويزيدنا ويزيد الناس وكده. ربنا يا رب يجعله موسم سعيد علينا وعلى كل المزارع يا رب. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، دي خراطيم عشان طبعا يسقوا بيها كده الارض كلها، زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. بصوا زي شجرة زي دي كده ما فيهاش مانجا خالص اهيت. اكترية الناس يا جماعة زعلانة السنة دي عشان المانجا بتاعتهم مش طرحة خالص. بس طبعا احب اقول لهم ده رزق من عند ربنا الحمد لله. الحمد لله طبعا احنا راضيين باللي ربنا يقسمه لنا. بس هي بصراحة بتبقى حاجة تزعل، لان المانجا يا جماعة والله العظيم عايزة اقول لكم بتصرف مصاريف مهولة في خدمتها قبل طبعا الموسم بتاعها. فبيبقى طبعا صعبان على صاحبها ان انا صرفت وعملت وفي الاخر مش لاقي. فالحمد لله ربنا يا رب يرزقنا ويرزق الجميع يا رب. طبعا بصوا لسه يا جماعة العمال شغالين في زراعة المانجا الصغيرة كده، بيزودوا كده في المانجا عشان في شجر كبير طبعا بيقطعوه لان خلاص بيبقى عجز ما بيطرحش تاني، فبيزرعوا بقى مطرحه كده. اتمنى بقى يا جماعة الفيديو يكون عجبكم وينول اعجابكم، ويا رب كده تسلموا لي. واتمنى يا جماعة تعملوا لي لايك والاشتراك. السلام عليكم.